لو معاك 150 جنيه يبقى لازم تروح بورسعيد. اول حاجه لازم تعملها تروح تفطر عند مطعم المصري عند عم عبده، بسلم لي عليه. انت هتحس ان انت ما طلعتش من المحافظه بتاعتك بسبب بساطه المطعم، والناس اللي فيه ناس محترمه جدا والتعامل فيه جامد جدا. انا قلت له يعمل لي 3 سندوتشات، واحد فول وواحد فلافل وواحد بطاطس مهروسه. الحلو اللي بيديك مع السندوتشات بطاطس زياده وسلطه ومخلل وشويه حاجات جامده جدا، والسندوتشات بتاعته فريش يا جدعان ولسه معموله دلوقتي حالا. لا ده احمد ابراهيم بيقيم الخيار وبيقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك. بعد ما فطرنا قلنا نطلع على اقدم قهوه موجوده هناك، تقعد على القهوه دي وتشوف وشوش الناس الطيبه الجميله، وزي ما انت شايف الراجل الطيب ده كان بيبيع جرايد هناك، ما تنسوش تسلموا عليه. تضرب كوبايه الشاي بالنعناع بتاعتك يا معلم على المنظر الجامد ده، بعد كده تاخد بعضك وتطلع على المعديه، تاخد لك كام صوره جامده هناك على المعديات الجامده دي. حقيقه هتركب المعديه دي من غير ما تدفع ولا مليم، وهتشوف طيور النورس والبنوته القمر دي كانت بتاكلهم. بعد ما تشرب كوبايه الشاي المتينه من عند اقدم قهوه موجوده جنب المينا، لازم تروح تشوف معديه سينا والناس بتصطاد سمك جنبها. انا اللي مستغرب منه وفرحان بيه انك بتركب المعديه دي من غير ما تدفع ولا مليم، وتشوف البحر الاحمر وانت بتعدي عليه. طبعا ما تنساش تاخد معاك عيش عشان تاكل طيور النورس اللي بتيجي مره واحده بس في السنه. ما تنساش لما توصل بور فؤاد تصلي الظهر في اقدم جامع موجود هنا. ولازم تتفرج على البيوت القديمه اللي موجوده من ايام الحمله الفرنسيه. وهنا بقى جه دور ال5 جنيه. بال5 جنيه هتخش الملاحات بتاعت بورسعيد وهتشوف الملح كتل واشكال كتير جدا. ما تحاولش تطلع الجبل عشان هتقع، واحلى صوره تاخدها هناك. لا وكمان هتشوف تمثال ابو العربي نفسه. طب ايه رايك بقى التمثال ده عديلي بتاع ربابيكيا واخد مكانه طشت بلاستيك؟ فهيجي اليوم اللي تحضر فيه رفع التمثال ده في انضف حته في البلد. وما تنساش تعدي على محمود الفار، بيبيع كل حاجه مستورده من اول الشوكولاتات والبسكوتات لغايه حتى الاندومي الكوري، والاسعار عنده ارخص من حياتي. لما عديت المعديه واكلت طيور النورس يبقى ده وقت تاكل فيه السمك يا معلم. هتخش على سوق السمك هتلاقي اشكال السمك وانواعها كتير جدا، وكله بيبقى سمك طازه ولسه طالع من البحر دلوقتي حالا. اللي يعرف اسم السمكه دي يكتب لي في التعليقات. ده اللي بيضحك يا برنس. عايز يضحك كده يعيط. ماشي. ده الجمبري الازاز اللي بيكسر الازاز، بيشغل الجهاز اللي بيكسر الازاز يا معلم. يا صلاة النبي. وده البربوني اللي بيحمر الخدود وبيفتح البشره، هو ده معلم. وده الدنيس اللي بيجيب العريس وبيجوز العروسه. وحياة النبي وحياة النبي يا صلاة النبي. كل صبيت ولع في البيت وحمر في الزيت. او حياة النبي البربوني اللي بيحمر الخدود يا معلم. يا صلاة النبي. قول له يا باشا، قول له المكرونه اهي اللي بتاع الكورونا، والنبي بتاع الكورونا اهي. يا صلاة النبي المكرونه اللي بتاع الكورونا يا معلم. قول له يا معلم، قول له الدراج، قول له الدراج يا باشا، قول له الكابوريا كسر النابوليا اللي بتاخدك النابوليا. هي دي اللي بتقلب الدنيا على السرير. بعد ما اقتنعنا بالسمك بتاعنا جبناه ورحنا نسويه في المكان. وده بقى شكل الترابيزه بتاعتنا بعد ما جالنا الاكل واستوى. انزل يا معلم بالجمبري البتر فلاي وشويه الصبيت الجامدين وبلح البحر اللي ما يقولش. وكمان كان في جندفلي وسمك يا معلم، وكمان سمك سنجاري بطاريخ. وتعالى اوريك شوربه السي فود اللي مليانه بهاريز. هتمسك الصبيطايه وتنزل في الطحينايه يا معلم، ويلا نجرب ونقول بسم الله. من زمان وانا نفسي اشوف بلح البحر ده جواه. وكمان جمبري بتر فلاي. كنت عايز اقول لك ان عايز اخد لغايه اسكندريه جري، قلت ما ينفعش اخلص اليوم غير لما اعدي على جلال ونحبس من عنده، بعد كده نطلع على سلسبيله الجديد ونحبس من عنده الكساده. وانا بس كنت جاي اقول لك